يا سبحان الله، وما هو فائدة فلسطين؟ فأنا عندي والله العظيم لو حرر فلسطين مثلا، إسرائيل انتهى وجاء هنالك دولة اسمها فلسطين، هذا ليس في أي فائدة للشيعة. ماذا أردن آخر؟ أردن ماذا يفيدنا أردن؟ أو مثلا تونس آخر. يكون هكذا، وإن كانت دولة دينية فهذا مصيبة أشنع، يكون داعش آخر. ما هو الفرق؟ إسرائيل على الأقل أفضل، على الأقل أفضل، هو كافر، نعلم إنه كافر، نعلم إنه كافر، ولكن هذا باسم الإسلام يقتلنا. ففلسطين لا بأس نساعدهم إذا استطعنا، ولكن ليس لنا أولوية، مسألة حياتية لنا إلى جهنم. لو العرب ودول العرب كثيرة لو هم يريدون يحرروا فلسطين فليذهبوا يجاهدوا، هذا مصر عددهم ليس قليلا، وهذا أردن، وهذا السعودية، يذهبوا يحرروا فلسطين. لماذا نحن؟ لماذا نحن؟ هو عداوة مع الغرب، عداوة مع أمريكا، عداوة مع يعني إسرائيل هو القوة التي هو يمثل جميع الغرب، والغرب يعني القوة المسيطرة على العالم، فهذا يجر علينا عداوة جميع الدول القوية في العالم، فهمتم؟ يجر إلى الشيعة. فلماذا؟ لماذا؟ لأجل أمر لا يهم لا ديننا ولا دنيانا نضحي أنفسنا ونجر عداوة أقوى القوى في العالم. لماذا؟ العقل لا يفعل ذلك، والأئمة عليهم السلام لم يأمرونا بذلك. لنا أن نقدم أول قبل كل شيء مصلحة مذهبنا، ولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، هذا أولا نضحي لأجله أنفسنا. ثانيا مصلحة أبناء الشيعة، طائفتنا الشيعة في باكستان، في الهند، في العراق، في كل مكان، نحاول أن يكونوا عزيزين في بلدهم، عندهم قوة، عندهم علم، عندهم صناعة، عندهم تجارة، عندهم قوة والنفوذ في الدولة، تأثير في الحكومات. هذا يكون همنا، أول خدمة الدين والمذهب، ثانيا خدمة أبناء طائفتنا. نضحي أنفسنا لأجل الأغيار وهم يروننا كفار روافض، ونقتل نضحي أنفسنا لأجل عدونا. لماذا؟ في العالم مظلومون كثير، مظلوم في العالم كثير، نحن ليس عندنا أحد عند الله أن نضحي أنفسنا لأجل كل مظلوم إلى جهنم مظلوم. نعم إذا استطعنا نساعدهم، ولكن ليس مسألة حياتية نترك كل شيء لأجل فلسطين. الشيء الأول هو مذهبنا ومقدساتنا، ولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، إمامة الأئمة الاثني عشر، نشر فضائلهم، دعوة الناس إليهم. ثانيا ترقية قومنا وشعبنا، أن يترقوا في العلم، في الصناعات، في التكنولوجيا، في كل شيء. الشيعة يجب أن يكون أرقى الأقوام، هذا يجب علينا، أي نضحي أنفسنا لأجل فلسطين، إلى جهنم فلسطين.